واحد كل همه في الدنيا يجيب حاجات حلوة ويلعب جيم وينزل يروح نادي او يلعب حاجة، والتاني بدأت اهتماماته تتغير شوية. ليه ما ينفعش اولادنا الصغيرين يكون عندهم اولاد اصحاب اكبر منهم في السن؟ وانا مش بتكلم في سنتين 3 فرق سن، انا بتكلم في مرحله عمريه. يعني يكون اولادنا مثلا في تالتة رابعه ابتدائي واصحابهم في تانية تالتة اعدادي، مرحلتين مختلفتين. طبيعي كل مرحلة ليها خصائص وسلوكيات، والطفل فيها بيكون عنده ردود فعل معينة وعنده خبرات معينة، فمش هيكون متوافق ابدا الطفل اللي لسه في مرحلة ابتدائي تانية تالتة رابعة ابتدائي 5 حتى مع الطفل اللي هو في تانية تالتة اعدادي. وما تستهونوش تقولوا يعني ايه دول هم كام سنة، لا المرحلة بتختلف فعليا. لما يكون طفل كل اهتماماته انه يروح الملاهي ويشتري سويتس او يلعب مع اصحابه او ياخد جيم او يعمل اي حاجة من دي، وواحد تاني خلاص بالفعل على مشارف او يمكن يكون دخل في مرحلة المراهقة اللي ليها مشاكل وليها انفعالات وليها سلوكيات وليها متطلبات وليها تغيرات ومتغيرات اصلا في دماغه، فصعب ان هم يتقابلوا مع بعض. واحنا بنتكلم في احسن الظروف ان يكون الاتنين اللي في السن المختلف عن بعض هما الاتنين في بيئة كويسة وسوية ومحترمة وعارفين يحطوا لبنة للتربية. لكن لو هنتكلم في بيئات تانية ما نعرفش عنها حاجة، او ممكن تكون الاولاد التانيين الكبار دول بحكم ان هم تعرضوا لخبرات اكتر من اولادنا الصغيرين اتنقلت لهم خبرات ممكن تكون سيئة، في منهم كتير في المرحلة دي بيبدأ يرد على اهله بطريقة مش لطيفة، اللي هو خلاص بقى يعني انا كبرت فمحدش ليه كلام عليا. فاحنا شئنا ام ابينا السلوكيات بتتنقل عن طريق الاولاد وبين بعضهم. فبعد ما اكون انا محوط على ابني او بنتي ومعرفهم ازاي يردوا عليا كأم او اب، ومعرفهم ازاي الطريقة الصحيحة والسليمة علشان نعرف نتعامل مع بعض بطريقة محترمة، فلما يتعامل مع حد تاني او مع شخص اكبر منه اكيد مختلف عنه في السن وفي الخبرات، فيبدأ يديله صورة مختلفة للتعامل معايا. وهنا انا بتكلم في التعامل بس، مش بتكلم في اي خبرات تانية بتاتا. واكيد كلنا عارفين مرحلة المراهقة ليها توابع، فعلشان نكون في الامان نحاول دايما نخلي الاطار بتاع اصحاب اولادنا في نفس المرحله العمريه في نفس السن. امتى هيكون السن؟ لما يكون كبير عن ولادنا هيديهم خبرات كويسه. احنا هنتكلم بقى في 20 سنه مثلا، في 18 سنه، في 17 سنه، لما يكونوا عارفين حد اكبر منهم مثلا ب7 سنين مثلا، يعني هما الاثنين في نفس المرحله، ده شباب وده شباب، خلاص عدى المرحله الخطر بتاعه المراهقه وعدى المرحله اللي احنا بنخاف ان هو يكتسب اي خبرات سيئه، او حتى يعني لو مش هنتكلم عن خبرات خالص، لا في السن الصغير بتاع اللي احنا بنتكلم عليه بتاع ابتدائي ده، الطفل فيه اهتماماته غير الطفل اللي داخل على مراهقة. واحد كل همه في الدنيا يجيب حاجات حلوة ويلعب جيم وينزل يروح نادي او يلعب حاجة، والتاني بدأت اهتماماته تتغير شوية، فهم الاتنين قطعا مش هيفهموا بعض. فما تفتكروش ان احنا لما نخلي ولادنا يتصاحبوا على اولاد اكبر منهم او حتى بنات اكبر منهم في السن في المرحله الصغيره دي احنا كده بنفيدهم، لا احنا كده مش بنفيدهم ابدا، احنا بنضرهم ومش بنديلهم اي فايده حقيقيه. فالاحسن ان احنا نتحرى اختيار اولادنا لاصحابهم علشان نكون في مأمن ونطمن عليهم.